أهلا وسهلا بكم في قناة حكايات هند. في الفيديو ده هحكي لكم حكاية مثيرة جدا ويا رب تعجبكم. لو حابين تسمعوا قصص محدش عرفها قبل كده اشتركوا في القناة وفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد. بيقول صاحب القصة: أنا عندي مرات خالي فيها كمية أنوثة زي ما ذكرت في أول القصة، فيها كمية أنوثة وجمال. لو اتحطت على كوكب الأرض صدقوني مش هيكون فيها زيها، ولو اتحطت على جميع كواكب العالم الأنوثة اللي في مرات خالي ورقتها وجمالها مش موجودين. حاجة كده من اللي هي الرقيقة قوي. واحنا بما اننا عايشين في أرياف، فلما بيكون في حاجة زي الجمال ده بيكون في وضع مختلف. دايما الناس اللي من المدن بيحبوا بنات الأرياف، وبتوع الأرياف لما تيجي واحدة من المدينة وكمان جميلة ورقيقة ومتعلمة تعليم عالي بيكون الوضع مختلف. أنا كان كل حلمي مع مرات خالي دي بس إني أتكلم معاها وأمسك إيديها، لدرجة إني كنت كل ليلة أو كل يوم قبل ما أنام أحلم بيها وأقوم أتشطف. طبعا انتم عارفين أنا بحلم بإيه. أقوم أتشطف بعد الحلم الجميل ده وأحاول إني ما أنساهوش طول اليوم، وأفضل مستني الليل يخش عليا علشان أحلم بيها تاني. كنت مجنون بيها، فعلا كنت مجنون بياسمين. مرات خالي دي جميلة جدا. كنت بروح عند خالي أهرج معاها وأضحك معاها، وكان ده كل أكتر طموحاتي، إني بس ألمس إيديها. خالي خد باله وحسيت إنه زعل، وكلمها وقال لها: إيه كده؟ اتكلمي بضبط الأسلوب ده علشان الدنيا ما تبقاش غريبة وكده. فأنا سمعت الكلام اللي خالي قاله لمرات خالي، فبالفعل ما روحتش عندهم من بعدها علشان خاطر ما أسبب لهاش أي مشكلة، وتفضل قاعدة براحتها. بس مجرد إنها كانت قاعدة معانا في البلد فده كان أكبر حلم بالنسبة لي. فضلت 5 شهور ما روحتش عند مرات خالي دي، وفجأة لقيت وأنا نايم، قايم الصبح يعني، لقيت التليفون بيرن عليا. فببص كده على الموبايل لقيت رقم مرات خالي بيرن عليا. مش مصدق عيني، مرات خالي الجميلة اللي بحبها قوي بتتصل عليا، وكمان على الصبح. يعني أنا هقوم وأول صوت هسمعه هو صوت مرات خالي. فقلت: ألو. لقيت صوتها. إيه الرقة دي؟ إيه الجمال والحلاوة اللي في الصوت ده؟ قالت لي: صباح الخير يا حبيبي. قلت لها: صباح العسل يا قلبي. قالت لي: قم يلا، انت لسه نايم ولا ايه؟ قلت لها: خير، في حاجة ولا ايه يا ياسمين؟ قالت لي: ايه يا واد ياسمين ده؟ انا مرات خالك، لم نفسك. ضحكت وقلت لها: يا ستي. قالت لي: يا ستي؟ قلت لها: يا ستي يعني من نفسي، مرة كده أدلعك. قالت لي: طيب، أنا عايزاك في مشوار العصر. قلت لها: مشوار ايه؟ قالت لي: هروح عند دكتور نسا. أصلا أنا قايمة الصبح كده حاسة إن في حرقان في المنطقة التحتانية، ولازم أروح للدكتور، ومش هينفع حد يروح معايا أو يخش معايا غيرك، لأن طبعا مش هينفع أود حد غريب معايا، وأنا كده كده هكشف عند الدكتور، فمش هينفع حد غريب يخش معايا. قلت لها: لا، أما الخالي فين؟ قالت لي: خالك سافر بقاله 3 شهور ولسه هيكمل السنة في دولة خليجية، ومش هيجي دلوقتي، وبصراحة هو اللي قال لي روحي كلمي أحمد يجي معاكي. قلت لها: يا سلام، ده يوم المنى. الساعة التانية كان العصر، وأنا كنت عند مرات خالي، لبست وتشيكت وظبطت العمل وبرفان بقى وجنيه، ومش مصدق. عريس، عريس. همشي مع البنت اللي كنت دايما بحلم بس إني أمسك إيديها. بصراحة أول ما دخلت لقيتني بقول لها: إيه ده؟ انتي بدري كده ليه؟ خبطت على الباب، فتحت، لقيت كمية الجمال قدامي. كانت لابسة عباية كده ضيقة، وعباية بيت نص كم. قلت لها: هو انتي عندكم الشتاء مش موجود ولا ايه؟ قالت لي: تلم يا ولد، خش جوه، شايف الدفا؟ خش. وهي ماشية قدامي كده، واو واو واو، حاجة كده من اللي هي مش عارف أوصفها لكم. قلت لها: مرات خالي، على فكرة انتي جميلة قوي. قالت لي: كلام كلام. المهم قعدنا شربنا الشاي، وعلى ما لبست واتنقبت، هي أصلا بتعتبر نفسها منقبة، ما بيبانش منها أي حاجة، لأن خالي كان محضرها من الكلام ده، لأن جمالها أصلا مش طبيعي. وقت ما اتجوزت ونزلت الشارع كان كل الشارع بيبص عليها من جمالها وحلاوتها ورقتها. فخالي من النوع اللي بيغير، قال لها: لأ، انتي كده كده خلاص هتتنقبي، مش هيبان منك حتى عنيكي. لبست النقاب ورحنا عند دكتور النسا. دخلنا، الدكتور بيقول لها: منين ده؟ قالت له: جوزي. أنا اتصدمت. جوزي؟ أنا مش مصدق إن الكلمة دي طلعت أصلا من بقها. قلت للدكتور: هو مش مالي عينك ولا إيه؟ قال لي:
يا عم أنا بس بسأل، بحس إن إحنا في كلام شخصي هنتكلم فيه، فلو أنت حد غريب مش هينفع تسمعه، فبما إنك جوزها فكان لازم إنك تسمع الكلام ده. الدكتور كشف، وبصراحة لما كشف كان باين حتة كده، حاجة بياض، حاجة كده قشطة، رجليها بس كده قشطة. شفت القشطة؟ شفت اللبن اللي هو الحليب؟ حاجة كده قشطة من اللي هي أبيض، بيضاء قوي، بيضاء قوي. ما بالك بقى الباقي شكله عامل ازاي؟ فأنا قاعد جسمي ولع نار وأنا قاعد على الكرسي، والدكتور عمال يكشف وبتاع، والحكاية والهوا شغال. قال لها: يا مدام، دي حاجات بسيطة، اللي هي الحاجات التحتانية، فهتجيبي بس المطهر والحاجة دي، وهيكون لازم يكون فيه معاملة للأوضاع مع جوزك. طبعا يكون فيه معاملة بحيث إن الدواء ده يتوزع جوه علشان يحوش الفطريات اللي جوه والكلام ده. فأنا بصيتلها كده وضحكت، وهي بصت وضحكت. عرفت إن الليلة ليلة عند ملا قوي 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 قوي. فقلت له: تمام يا دكتور، اشترينا العلاج. المهم ضحكنا لبعض كده ومشينا من عند الدكتور. واحنا ماشيين في الطريق حمالين نبص لبعض، قاعدين في العربية في الكرسي الوراني عمالين نبص لبعض كده، وخراب السادة. لقيتها بتقولي: انت مدرك الدكتور قال ايه؟ قلت لها: على فكرة احنا في العربية لما نروح هنتكلم، المهم ان احنا نجيب العلاج علشان خاطر تكوني بخير وما يحصلش عندك حاجة او مضاعفات، ثانويا يكون همك راح. وخلاص يا مرات خالي، احنا في العربية ولما نروح هنتكلم. نزلنا عند الصيدلية وقدمنا الروشتة للصيدلي، فالصيدلي قال لي: هو انت جوزها ولا انت مين؟ فقلت له: انا جوزها. فهي بصت وضحكت برده وقالت: يا دكتور، هو جوزي. فقال لي: طيب خلاص، العلاج ده هو لازم تتمي بيه تمام، ولازم يحصل معاملة الليلات دي علشان خاطر العلاج ده غالي، ومش هينفع انك تفوتيه يا دكتور. نفس الدكتور اللي قاله في العيادة هو الصيدلي اللي بيقول نفس الكلام، لازم العلاج يخش جوه علشان ما يحصلش مضاعفات بعد كده، ومشكلة خطيرة يعني. قلت له: ماشي. خدنا العلاج وفضلنا نضحك، ضحكة هستيري واحنا ماشيين، لدرجة ان الناس كانت بتبص علينا. ضحكة هستيري يا امي. دخلنا الأوضة، دخلنا الشقة، حضرت العشاء وبتاع. هي خلعت النقاب وجات لي بروب كله كده ريش، وروب من اللي هو بتاع البيتي، بتاع الفساتين. فقعدت كده، فقلت لها: على فكرة مرات خالي، انت فعلا جميلة جدا. قالت لي: اوعى تصدق كلام الدكاترة، لا الشيطان ياخدك وتبوس الدنيا. فقلت لها: لا يا ستي، هو أنا خلاص يعني؟ وأنا هعمل حاجة؟ النهاردة قررت إني هريح شوية وأخد وقت لنفسي في البيت. كنت حاسس إني محتاج يوم هادي بعيد عن الشغل والضغوط. مراتي كانت لسه مش قادرة تسيبني في حالي وقالت لي: يا سلام، كده هتريح النهاردة؟ ابتسمت وقلت لها: أيوة، النهاردة مش هعمل حاجة، هريح شوية. هي ضحكت وقالت لي: يعني مش هتعمل أي حاجة؟ فقلت لها وأنا مبتسم: هو أنتِ ناسية إننا متجوزين؟ يعني مش لازم أروح في مكان تاني، أنا هنا معاكي. بعد ما اتعشينا مع بعض وشربنا الشاي، قعدنا نتفرج على فيلم قدام التلفزيون، وابتدينا نتكلم عن حاجات كتيرة. وسط الكلام مراتي قالت لي فجأة حاجة غريبة حصلت معايا مؤخرا. خالي كان دايما معايا، كان بيعمل كل حاجة علشاني، كنت حاسة بالأمان والراحة وهو معايا. لكن دلوقتي فجأة مش لاقية أي اهتمام أو أي حاجة تخليني حاسة بنفس الشعور. أنا حسيت إن في شيء غير مريح بيحصل، لكن ما كنتش عايز أضغط عليها. حاولت أتحدث معاها بهدوء وأقول لها: لو محتاجة حاجة أو لو في شيء مزعجك قوليلي. هي كانت مترددة في البداية، لكن بعد شوية قالت لي: أنا مش محتاجة حاجة مادية، لكن نفسي في الراحة النفسية، في الأمان، في حاجة تحسسني إن كل شيء تمام. حاولت أطمنها وقلت لها: أنا هنا علشانك، وحنحل كل حاجة مع بعض، مفيش شيء يستاهل إنك تشيلي همه لو إحنا مع بعض. وأنا كنت حاسس إننا محتاجين نعيد تفعيل التواصل بينا. فقلت لها: يلا نكمل وقتنا مع بعض، هات نفتح الشيشة ونتفرج على الفيلم، الجو بارد اليوم. هي وافقت، وكل واحد منا بقى في وضعه المريح. كانت تحب تقعد قريب مني علشان نحس بالدفء. هي لبست قميص مريح، وأنا اتكئت على الكرسي جنبها، وكل واحد فينا بيحاول يتجاوز التعب والضغوط اليومية. الفيلم بدأ، لكن في دماغنا كانت كل الأفكار والمشاعر اللي مش قادرين نقولها. مراتي كانت ضايعة في تفكيرها، وأنا كنت أراقبها من بعيد، وكل ما كنت أحاول أن أفتح معها الكلام
كانت ترد علي بابتسامة صغيرة وتحاول تلهي نفسها بالفيلم. حسيت إنها مش قادرة تعبر عن مشاعرها بحرية، فقررت إنني أكون صريح معاك وأسألها مباشرة. قلت لها: هل أنت محتاجة شيء مني؟ أو في حاجة لو قدرت أساعدك فيها؟ هي ببساطة قالت لي: لا، مش محتاجة حاجة مادية، بس نفسي في الراحة، في الأمان، في الشعور بإن كل شيء هيمشي بشكل أفضل. بعد كلامها ده كنت حاسس إننا لازم نتكلم أكتر ونواجه حاجات كتير كانت مخبية جوانا. بعد شوية الجو بقى بارد أكتر، فاقترحت عليها إن ندفى شوية تحت البطانية. هي وافقت وقلنا نكمل قعدتنا مع بعض. دخلنا تحت البطانية وهي كانت لابسة قميص مريح، وكنت قريب منها علشان نحاول نتدفى من البرد. ومع كل لحظة قعدنا فيها مع بعض كنت حاسس إننا بدأنا نرجع نكتشف بعض تاني. وبعد شوية هي بدأت تبتسم أكتر، وكل التعب اللي كانت حاسة بيه بدأ يخف شوية. قلت لها: انت كويسة؟ هي ابتسمت وقالت لي: أيوة، أنا تمام دلوقتي، بس كنت محتاجة حد يكون معايا ويفهمني. ابتسمت وأنا حاسس إن ده كان جزء كبير من الحل، إننا نكون صريحين مع بعض ونواجه أي مشاكل أو مشاعر. بعد شوية من الراحة هي قالت لي: انت فاكر لما كنت مع خالي كان دايما بيوفر لي كل شيء؟ فجأة لقيت نفسي لوحدي، مش لاقية أي اهتمام زي الأول. قلت لها: ما فهمتش كويس، لكن أنا هنا علشانك، وكل شيء هيكون تمام لو انتي معايا. هي بقت هادية شوية، وحسيت إننا بدأنا نرجع لبعض زي زمان. ومع مرور الوقت بدأنا نكتشف بعض أكتر، وبقينا نعيش اللحظة مع بعض بدون أي توتر أو ضغوط. وحسيت إننا محتاجين نكون دايما صرحاء مع بعض علشان نقدر نتغلب على أي حاجة قدامنا. المهم وصلنا لنهاية القصة. كانت معكم هند، نلتقي في قصة جديدة. ما تنسوش اللايك والاشتراك. مع السلامة.